الكثيرين، وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك.
اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما. اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما. اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني.
يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين.
وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك.
اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما. اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني. يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما. اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب. اللهم إن أرادني فأرده، وإن كادني فكده، واكفني شره، واجعل كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذه البساطة التزموا واحفظوا هذا الدعاء، اقرأوه دائما وستجدون آثاره الكثيرين. وهو ماذا نصنع وإبليس يجري منا مجرى الدم من العروق والبدن، وله من السلطة أشياء الكثير. الجواب على ذلك هو أن أقوى علاج هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء من المجربات. أحد العلماء يقول بأنه ذات ليلة رأيت في المنام إبليس بشكل ما يسمى بأبو بريس، هذا الحيوان، ووجدته ذعرا خائفا مني وهرب بمجرد أن رآني.
يقول استغربت عندما استيقظت من المنام أنه كيف أن إبليس المعروف بقوته يخاف مني بهذه الطريقة، فتذكرت أنني ملتزم بقراءة هذا الدعاء منذ فترة، وطبعا لا قياس بين قدرة إبليس بالقياس إلى قدرة رب العالمين. الدعاء هو هذا كما ذكره السيد ابن طاووس في المجتنى، فاقرأوه دائما: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله، وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي عليه